ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. انا جاي اوصل لكم مبدئيا لعلهم يكونوا كويسين او تستخدموهم في الفتره الجايه، يعني ينقذوكم. لعلها يعني رساله تكون تخليكم تكملوا بقوه، او رساله تخليكم مثلا لو انت ما بداتش تبدا وتستمر بقوه، لو انت خايف توقف او ما تكملش. اتمنى بس الكاميرا تكون مظبوطه عشان الحق اصور قبل ما الليل يطب علينا. انا عايز اكلمك بالظبط، معايا 5 دقايق بالظبط هوصل لك 3 مبادئ مهمين جدا اتمنى يفيدوك في الفتره اللي جايه. المبدا واول نقطه عايز اوضحها لك ان الايام هتعدي. الايام هتمر بسرعه رهيبه، زي ما ال5-7 شهور اللي عدوا دول عدوا بسرعه انت مش متخيلها. الفتره اللي جايه برضو هتعدي بسرعه رهيبه. انا عايز بس اقول لك اتمنى تكون الايام بتعدي وانت بتتعب. اتمنى تكون الايام بتعدي وانت بتتطور كل يوم عن التاني. عايز الفترة اللي جاية الأهم بقى من دلوقتي، الفترة اللي جاية تعدي وانت بتتعب من المذاكرة. بتتعب، ظهرك بيوجعك بسبب انك قاعد عن مذاكرة، عينك بتوجعك من كتر التركيز، دماغك بتصدع بسبب كتر المذاكرة والضغط الاسترس اللي انت مولده عليها. التعب ده أحلى بكتير من انك تكون قاعد تعب نفسي زهقان انك ما بتذاكرش، تعبان نفسيا، عينك بتوجعك من كتر العياط او الدموع. طب ليه؟ الايام هتعدي، الفتره اللي جايه اقسم بالله كده كده هتعدي وانت بتتعب، سواء بتتعب وانت بتذاكر او سواء تعبان تعب نفسي. فليه تخليها بتعدي وانت بتتعب تعب نفسي؟ لما يكون في ايدك انك تتعب، التعب الافضل. التعب انت كده كده هتتعب، فليه ما تتعبش في المذاكره؟ ليه ما تتعبش وانت بتسهر ليالي وانت بتحاول تحل وانت بتحاول وتجتهد وتضغط على نفسك اكتر؟ انا بقى هوجه رساله للفئه اللي هم بيفكروا يقفوا او تعبوا مش قادرين يكملوا. الفتره اللي جايه هتعدي بسرعه رهيبه، اما تلحق تصدقني وتتكمل وتوصل لليفل عمرك ما كنت تتخيله، لا اما هتفضل تتباطأ وتقول انا مش قادر اكمل، انا مش قادر استمر، ده بجد الموضوع بقى صعب عليا وحاسس ان ما عادش وقت. لا، تنظيم. انا عايزك الفتره الجايه تبدا ترتب دماغك كده، ترتب معلوماتك، ترتب اولوياتك وتحط قدامك المبدا ده. الفتره كده كده هتعدي. ليه تعدي وانا ما بتطورش؟ ليه تعدي وانا ثابت مكاني؟ ليه تعدي وانا بخنق نفسي كل يوم عن التاني اكتر؟ لما بايدي اخليها تعدي وانا بذاكر وانا بجتهد وانا بسهر عشان اذاكر وانا ظهري بيوجعني بسبب قعده المكتب. تانية ويعتبر مرتبط شويه بالمبدا الاول، ان صدقني بعد ما تخلص امتحانات وبعد ما تخلص الثانويه وجع ظهرك هيروح، وجع عينك هيروح، الصداع اللي كنت بتصدعه هيروح، الوجع الخارجي والالم اللي سببته لك المذاكره وليالي الامتحانات والكلام ده كله، الوجع ده بالكتير قوي 4-5 يا عم اسبوع ونص هيروح، 10 ايام وبس كده هتبدا تبقى بني ادم طبيعي وتشوف حياتك والدنيا هتمشي عادي. الوجع التاني ده انا ما جربتوش بس تهيألي بيبقى وحش. الوجع التاني ده فعلا فترته بتبقى اطول، ممكن تفتكروا بعد كده حتى في سنة تانية تالتة رابعة كلية ممكن يكون فعلا بيطول للدرجة دي. فانت ما تحطش نفسك، ما تعرضش نفسك للألم التاني ده. المبدأ التاني اللي عايز اوصله لك انك بعد ما تسمع الفيديو ده وتخلصه، انا عايزك تقفل وتبدأ من مكان ما انت واقف. انت واقف لسه في الباب التاني فيزياء او في الباب التالت فيزياء، في الباب التالت كيمياء، مش عارف في الباب الاول احياء. وقت ما انت واقف وتبدا تمسك الكتب ما ترتبش دلوقتي، ده مش وقت. لو انت متاخر شويه او لو انت مش مندمج، مش اللي هو الشخص اللي خلاص المذاكره بقت جزء كبير من يومه، لو انت مش الشخص ده انا عايزك بالظبط تعمل اللي هقوله لك ده وانت هتكون الشخص اللي نفسك تكون فيه، اللي انت نفسك تكون عليه. يعني انك تعمل ايه؟ هتمسك الكتاب، قبل ما تمسك عايزك بس تصلي ركعتين وتدعي ربنا وانت ساجد. هتدعي ربنا وانت ساجد ان يسهلك الماده، ان يفهمك قانون مش عارف ايه، ان يفهمك الفيزياء كويس، انك تعرف تحل. عايزك تدعي ربنا الله اكبر، يا رب يا رب فهمني الفيزياء، اللهم يا فاهم سليمان فهمني. مش عايزك تفضل تحفظ ادعيه وتبحث وتقعد على التيك توك ازاي ادعي والكلام. لا، فضفض لربنا باللي بقلبك. مش قادر تفهم كيمياء، مش عارف تحفظ الحاجات الموجوده في الانجليزي، مش قادر تحفظ احياء ولا تفهمها، مش قادر تحفظ الحاجات اللي في الكيمياء، ادعي لربنا قول له يا رب حفظني الكيمياء وفهمني الاحياء وسهل حل الفيزياء عليا. ادعي كده، فضفض لربنا. تاني حاجه انا عايزك تقعد تبدا
ما تفكرش انت متاخر، ما تقعدش ترتب تشوف انت وراك كام حاجه والكلام ده. عايزك بعد اسبوع تبدا تشوف ترتب بقى. انا عارف ان الترتيب مهم جدا وتنظيم الوقت وتنظيم ايه اللي وراك والاهم بالاهم. عايزك مثلا تروح مثلا اول ما تقفل الفيديو ده تمسك الكتاب الفيزياء، تبدا بالباب الثالث، تروح جاي ماسك الدرس الاول في الباب الثالث، معاك ساعتين تذاكره. خلصت الدرس امسك بعد ما تذاكره التلت ساعه اللي هم 20 دقيقه بالظبط كده قراءة الدرس كله كمان مرة، مهمة جدا وبتفرق 100 و 180 درجة حرفيا. بعد ما تخلص هتمسك كتاب الحل، هتقعد تحل 50 سؤال، حليت منهم 5 أسئلة، انت ممتاز اقسم بالله والله العظيم ممتاز. حليت 5 أسئلة، عد ال5 أسئلة واكد عليهم وعلى فكرتهم. ابدأ شوف ال 45 سؤال التانيين دول ايه حلهم. عندك اليوتيوب، عندك مصادر كتير الحل وشرح الحل. هتبدأ تحل ال 50 سؤال، حليت ال 50 سؤال في ساعة، في ساعة ونص، ساعتين كده، 4 ساعات في الدرس. ده مش وحش ومش قليل على فكره، ومش كتير، مش كتير صدقني. عادي الدرس ممكن ياخد اكتر من كده. خلصت ال4 ساعات دول في الدرس وحل ال 50 سؤال. بعد 4 ساعات محتاج معاك ساعتين لسه عشان تكون تميت الدرس وفرمته. هتعمل ايه؟ نص ساعه هتبدا تذاكر 10 اسئله ب 10 اسئله ب 10 اسئله، يعني فكره الحل بتاع كل سؤال. تراجع، تشوف الاسئله كتير، تخلي عينك تتغذى بالاسئله. بعد ما تخلص نص ساعه كمان تقرا الدرس للمره الثالثه، تاكد على القانون وتزود الافكار الجديده اللي كانت موجوده في الاسئله في كتاب الشرح، بحيث لما تيجي مثلا مراجعه كمان 3 اسابيع على الدرس ده هتبص على الافكار اللي انت مستخلصها من كتب الحل. انت كده الدرس ده بالنسبه لك خلاص انت فرمه. ده طريقه كويسه جدا للمذاكره. يبقى اول ما تخلص الفيديو ده ابدا ذاكر على طول، ابدا ذاكر من غير ما تنظم وقتك. بعد اسبوعين من المذاكره الجاده هتبص تلاقي نفسك ايه ده، انا خلصت 6-7 دروس في اسبوعين بس. انا خلصت باب هنا وباب هنا وفاضلي درس هنا او درسين. هتحس ان انت الله، فاضلي درسين واخلص الباب ده. الموضوع بقيت انت مندمج في المذاكره، بقيت شخص بيعرف يذاكر، بقيت شخص بيعرف يحل، فهتحب المذاكره، فهتبدا تنظم وقتك. الله، ده انا لو مشيت بالريتم ده انا كمان شهرين بالظبط اكون مخلص المنهج وبادئ بحل امتحانات. وكمان يا الله لو في ساعتين اخر الليل كده قبل ما تنام تكون مخصصهم لحل امتحان في كل يوم ماده، كل يوم امتحان من ماده. انت معاك 6 مواد تقريبا او 5 مواد، لو كل يوم امتحان واحد يعني في الاسبوع هتخلص امتحان في كل ماده. انت والله عظيم، عظيم جدا. فده المبدا الثالث تقريبا، وده تقريبا المبدا الاخير. الفتره انا مجهز بالظبط 4 افكار، كل فكره تقريبا انا مسجلها في 3 دقائق. فانا مش عايز اكون بطول عليك، مش عايز اكون بقعد معاك كتير. عايزك تسيبك من اليوتيوب وسيبك من كل حاجه. لو في بس كلمه مفيده هتسمعها فاسمعها. معايا بس 3 افكار: الملل وقت المذاكره، البركه في المذاكره، والتركيز في المذاكره. دول 3 افكار انا مسجلهم من ثانويه عامه، وبصراحه انا هسيبكم الفتره الجايه ومستني نتيجتكم، مستنيكم تفرحوني. الطب جميل. انا في كليه صيدله. بجد لو انت شغفك انك تكون طبيب صيدلي فصيدله عظيمه جدا ومستنياك يا بطل. وكل كليه قمه نفسك تدخلها مستنياك. ما تتاخرش بنقطه عرق واحده. ما تبخلش على اهلك بالتعب اللي هم مستنيينه منك. ما تبخلش على اهلك بفرحه مستنيينها منك. ما تبخلش على نفسك بتعب هيفرحك ويريحك قدام. انا مش جاي اقول لك ان اللي جاي حلو وكده، بس خلينا في فيديو تاني. اتمنى لكم مذاكره سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.